أشكر السيد المدير العام للتلفزيون على استضافة هذه الندوة الصحفية التي أردنا أن تكون في انطلاقة سنة جديدة في برنامج السنة. أخذنا قرار أن ننظم فعاليات 11 و 12 جونفي، ولكن الانطلاقة تاع الاستضافة تكون يوم 10 إن شاء الله. هناك استعراض في الشارع، ندوة علمية، معارض إلى آخره. النقطة الخامسة دائما مشروع مهم تجسيد إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم لمدارس أشبال الأمة والمرحلة التجريبية في ولاية بلاد. تقديم هذه الإضافة لمرافقة الأدباء والشعراء ومحتوى الأمازيغي في سنة 2022. لقاءات تشاورية، والجائزة هذه جائزة تقديرية وعندها مكافأة مالية كبيرة، 1,000,000 دينار للفائز الأول، 500,000 الثالث لكل محور، يعني 7 ملايين دينار إلا للجوائز. الحمد لله الأعضاء ذات نزاهة وأخلاق. تبدو لما عبد المجيد تبون سلم شارجمون تحميل avec un code QR à la portée de tout. دونك هذا هو المبدأ تاع تنظيم هذه الفعالية. معكم عبد الحكيم السابع، صحفي بيومية النصر. بداية يعني في عرضكم المقدم حرب تدار كواليس حول التراث الثقافي والموروث الثقافي. عملية تعميم تدريجي تاع اللغة الأمازيغية. هذه أيضا في الإمكانيات المسخرة لهذا المشروع. كذلك فقط أكاديمية بالتنسيق مع المحافظة السامية الأمازيغية. لكن يسوين يوم ثبرات نسقامون نيجن تيموزغا ثبرات نسيرم سقامون تاكي يسرار بلم زويد يفرانم زويد يخلالم. دونك تدرين في الدولة تروح ويد يخلالم.